أنا اسمي عطلة جهالين، ممثل تجمع جبل البابا اللي احنا موجودين فيه اليوم. حابب أعطيكم لمحة عن تجمع جبل البابا. تجمع جبل البابا هو واحد من التجمعات البدوية الموجودة شرق مدينة القدس. هذا التجمع اللي احنا بيعيش فيه تقريبا 76 عائلة اللي هم 430 شخص. طبيعة الحياة اللي احنا بنعيش اللي هي حياة البداوة كمجتمع بدوي. مجتمع بدوي، عندنا عاداتنا، عندنا تقاليدنا. مصدر الدخل الوحيد اللي بيعتمدوا عليه السكان في هذا التجمع اللي هي الثروة الحيوانية. احنا كجزء من النسيج الوطني الفلسطيني إلنا دور في الحياة اللي هو بتوفير مشتقات الألبان واللحوم للسوق الفلسطينية، والسوق الفلسطينية بتوفر لنا احتياجاتنا الخاصة اللي احنا بنحتاجها. كنا بنعيش حياتنا بأمن وأمان قبل احتلال ال67. طبعا احنا لاجئين من نكبة ال48، يجي بعد نكبة ال48 عشنا هون. زي ما حكيت انه قبل احتلال ال67 كنا نوع من الأمان، نوع من الحياة الطبيعية اللي بنعيشها. كانت عندنا أعداد كبيرة من الحيوانات اللي هي الماشية. كان عندنا مصادر الحياة الطبيعية اللي هي من مياه ومراعي. ولكن بعد 67 وبلش الاحتلال ببناء المستوطنات ومحاصرتنا بالمستوطنات والطرق الالتفافية، صادرت جزء كثير من الأراضي الرعي اللي كنا نعتمد عليها. أثر علينا بشكل كبير، على حياتنا بشكل كبير. فقدنا هاي الأراضي. تقلصت بشكل طبيعي، تقلصت الثروة الحيوانية في التجمع. وإضافة لهيك يعني بعد 2000 كمان ما اكتفوا بهيك، كانت الأطماع الإسرائيلية دائما مستمرة. كان الطمع انهم ياخذوا المنطقه اللي احنا عايشين فيها، فحطوا علينا جدار. يعني احنا محاطين من كل الجهات بجدار استيطاني، فيش الا مدخل وحيد على التجمع. مصادر الحياه اللي هي المياه، نبعه المي سرقوها وبلشوا يضخوها للمستوطنه معالي ادوميم. جففوا المياه اللي حوالينا، المراعي صادروها. تقلصت الثروه الحيوانيه، صارت الاعلاف مكلفه بالنسبه للمزارع الفلسطيني اللي بيعيش، فيش عنده قدره انه يوفر هاي الاعلاف للمواشي، فاضطر انه يبيع جزء كبير من المواشي. صار منا جزء من الشباب يروح لسوق العمل، إما في القدس جوا أو في المناطق الثانية. حاولوا يطمسوا الهوية البدوية، النسيج البدوي الفلسطيني. حاولت إسرائيل تغيره بكل الأشكال. ولكن اليوم إحنا بنعيش في صراع على هاي الأرض، إنه إحنا بين نارين، نار إن الصمود إن نظل على هاي الأرض لأنه فيش عندنا بديل أصلا، وكمان إني أحافظ على هويتي كإنسان بدوي أعيش في هاي المناطق. طبعا الاحتلال استخدم كل الأساليب اللي هي منها هدم البيوت. يعني خلال السنوات السابقة يمكن أكثر تجمع انهدم فيه اللي هو تجمع جبل بابا، انهدم عندنا فوق ال70 منزل. ولكن إرادة الناس اللي موجودة هون يعني كنا نحاول في كل مرة يتم هدم هاي المنازل كنا نعيد بنائها بمساعدة المجتمع الدولي ومساعدة المؤسسات الوطنية اللي كانت تيجي. حاولنا نوصل صوتنا للعالم بكل الوسائل. إنه عملنا حملات دولية، من ضمنها كانت حملة لمناصرة جبل بابا وقع عليها 1,000,000 شخص في العالم مع مؤسسة اسمها آفاز. رفعنا سارية لعلم فلسطين داخل هذا التجمع أكثر من مرة، إنه إحنا هاي الأرض راح فلسطينية وراح تبقى فلسطينية مهما الاحتلال حاول إنه يغير هويتنا. ولكن إحنا كفلسطينيين إن حق الوجود في هاي الأرض، مش المستوطن اللي بيجيني من أوروبا ومن أصقاع العالم بيجي بيبني بيت حضاري. يعني لو بتطلع على البيوت اللي هون، البيوت بسيطة، بيوت من الواح زينك والصفيح. ولكن المستوطن لما بيجي مستعدين يعملوا له فيلا وبيت. هذا الاحتلال وطبيعة الاحتلال هيك، واجبنا نقاومه، واجبنا في كل خطوة في كل كلمة نقاوم الاحتلال. زي ما حكيت انهم كل مرة كانوا يهدموا البيوت كنا نرجع نعيد بناء البيوت. حاولنا نبعث رسائل كثيرة للعالم. يعني رحنا على محكمة الجنايات الدولية، رفعنا ملف قضية على الاحتلال اللي بيجي بيهدم بيوتنا. عملنا حملات دولية، كانت عندها بعض الأنشطة يعني بذكرها. كانوا عملنا شجرة عيد الميلاد في أرض الفاتيكان اللي هي جزء من جبل بابا. وكانت تحمل مسج للعالم كله إنه بكفي ظلم، بكفي اضطهاد للشعب الفلسطيني. إحنا اليوم اللي بيعانيه الشعب الفلسطيني في جبل بابا بنعانيه في مسافة رياضة، في بيت لحم، في الخليل، في الأغوار، في نابلس، في كل مناطق يعني الضفة الغربية. أنا بحكي هيك رغم قسوة الاحتلال، رغم الصعاب اللي إحنا بنعيشها كفلسطيني، ولكن واجبي كفلسطيني إني أقاوم هذا الاحتلال بكل الوسائل. وفي النهاية فيش ظلم بدوم. يعني الظلم في يوم من الأيام راح يكون له نهاية. ولكن من حق الأطفال النساء اللي موجودين في هذا التجمع إنهم يعيشوا حياتهم الطبيعية نوعا ما بالأمان. حاولنا عملنا مركز نسوي هون في التجمع، عملنا روضة للأطفال، عملنا عيادة صحية. حاولنا نقدم خدمات، يعني نقدم الخدمات للسكان كمؤسسة. احنا موجودين هون
بعض الخدمات البسيطة والإنسانية. كان في دعم إنساني غير مباشر من الفاتيكان، من مؤسسات المجتمع الدولي زي ما حكيت، من المؤسسات الوطنية المحيطة. المناصرة كانت بشكل كبير كانت هان من خلال أحرار العالم، من خلال المؤسسات الفلسطينية، الجامعات، المؤسسات اللي كانت تيجي تزورنا باستمرار. وطبعا مجرد الزيارة لتجمع جبل البابا انك تحسس الاهالي انك موجود جنبهم، حتى لو ما قدرت تقدم ولا شيء، ولكن هي معنويا بترفع من معنويات الناس هان وبتعزز وجودهم وصمودهم. كان عندنا مشروع داخل هاي الارض انه عملنا الحديقة اللي انتم شايفينها. الناس بتيجي بشكل طبيعي، بشكل انساني، بتيجي بتزور المناطق هاي. بنحاول نوصل رسالة ونقل صوت انه احنا مجتمع بدوي، عندنا عاداتنا، عندنا تقاليدنا، عندنا الموروث الحضاري اللي ابائنا واجدادنا اورث خلونا اياه، بنحاول نحافظ عليه. ولكن دائما الاحتلال بيحاول ينغص حياتنا من اقتحامات في الليل، اقتحامات للمستوطنين اللي بتيجي على هاي المناطق. بيحاولوا يخلوك تعيش جو رعب، جو عدم امان، على اساس انه انت يكون تهجيرك القسري غير مباشر، انهم يدفعوك انك تترك هاي الارض وتروح من غير ما العالم يشوف. يعني في جزء من المرات كانوا يجي يهدموا بيوتنا في الليل عشان يخفوا اثار الجريمه تبعتهم، ما يكون في وسائل الاعلام توثق وتصور وتوصل. ولكن احنا رغم التجربه اللي خضناها معهم، حاولنا دائما الاطفال يكونوا حاملين كاميراتهم، النساء اللي يوثقوا في الاعتداء سواء كان في الليل او كان في النهار.